الذكاء الاصطناعي ال AI. ال AI ما يقلش أهمية عن صناعة الموبايل أو عن دخول الإنترنت. تخيل العالم كان عامل إزاي قبل وبعد دخول الإنترنت، فرق كبير جدا. ال AI هيعمل فرق بالحجم ده وممكن أكبر كمان. مجرد ما ينتشر تلاقيه دخل في كل حاجة عشان يسهل لنا حياتنا. تعالوا نشوف إزاي جوجل قدرت تخلي مساعد جوجل يعمل مكالمة كاملة ويحجز ميعاد. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. ال AI استخداماته كتير وكل يوم بينزل أدوات جديدة عشان تسهل لنا حياتنا. تقدر عن طريقه تعمل صورة أو تعدل على صورة أو تعمل فيديو أو تستخدمه كشات فتخليه يلخص لك مقالة أو تديله فكرة فيكتب عنها مقالة أو يكتب لك إيميل أو لو عايز معلومة معينة فتسأله عليها فيجاوبك أو يذاكر معاك تتناقش معاه فيناقشك ويجيب لك المعلومات اللي انت محتاجها كلها. وعشان كده هنعمل في القناة بلاي ليست مخصوص لل AI نشرح فيها أهم أدوات ال AI. تابعونا. هنبدأ النهاردة بأداة مهمة جدا من أدوات ال AI وهي جوجل بارد. جوجل بارد هي منافس جوجل لGPT. تتميز عنه ان هي مجانية ومتاحة في جميع دول العالم وبتفهم وتتكلم عربي كويس. تقدر تخش تسألها اي سؤال هي هتجاوبك عليه، تديها اي مسألة فتحلها لك. خش على bard.google.com بالاكاونت الجيميل بتاعنا. هنا بيجيب لنا كل المحادثات القديمة بتاعتنا عشان لو حابين نرجع لها تاني. هنا بقوله عايز اشتري موبايل من 15 ل20 ألف من مصر. جاب لي الموبايلات اللي في الرينج ده وجاب لي مواصفاتها. قلت له اعمل لي مقارنة بينهم في جدول. عمل لي مقارنة جميلة جاب لي فيها كل التفاصيل. قلت له ممكن اشتريهم منين فجاب لي الاماكن اللي انا ممكن اشتريهم منها. وهنا ممكن اعمل شير ابعتها بالميل او احفظها في جوجل دوكيمنت او ابعتها كلينك اللي يفتحها تتفتح له المحادثة على طول يكمل عليها عادي. وممكن هنا اخليه يقرا الكلام اللي هو كاتبه. وهنا بدل ما اكتب هتكلم وهو هيكتب الكلام اللي انا بقوله وبيعرف يفهم لغتنا كويس جدا. هنا بقول له عايز اشتري موبايل ب15 ألف ومعايا 5000 فبيديني شوية نصايح ازاي اقدر اوفر تمن الموبايل، منهم ان انا ابيع الموبايل القديم وان انا احوش. وهنا بقول له قسمهم لي على شهور فقسمهم لي، بس انا مكنتش شايله بالجنيه المصري فهو افتكرني بتعامل بالريال. احنا ممكن برضو نستخدم جوجل برضو في المذاكرة ان هو يذاكر معانا او نقعد نتناقش معاه. انا هنا بقوله ان انا بذاكر انجليزي وعايز كلمات استخدمها في السفر فجاب لي مجموعة كلمات. قلت له يحطهم في امثلة حطهم في امثلة. وهنا من هنا ممكن اغير الاجابة، هو بيديني 3 اجابات. ومن هنا ممكن اغير ال3 اجابات كلهم خالص. وهنا ممكن استخدم جوجل بارد مثلا في اكسل. فهنا بقول له عايز ادمج صفين اكسل فاداني المعادلة وشرحها لي واستخدمتها كانت كويسة. وهنا بقول له عايز اقارن ملفين اكسل قال لي ازاي اقارنهم. انت ممكن تمشي معاه وتسأله اسئلة تانية هو برضه هيبتدي يكمل اجابة عليك. ولو الاجابة مش واضحة انت ممكن تسأله اسئلة تانية فهو يديك اجابة اوضح. هنا بشوف مقدرته على التعامل مع الصور فطلبت منه صورة الماوس. جاب لي صورة الماوس اللي انا بستخدمه مع اللاب او مع الكمبيوتر وجاب لي صورة الماوس الفار. هو بيفهم الصور وبيعرف يتعامل معاه كويس، سواء ان هو يديك صورة او انت ترفع له صورة فيفهمها.
هنا رفعت له صورة فيها معادلة حسابية عن طريق ان انا دوست بلس وابلود، عرف يفهم الصورة وعرف يحلها. رفعت له صورة تانية برضو فهمها وحلها، وبيفهم الصور كويس، بس تكون عامله بالانجليزي لان بالعربي مش شغالة. هنا بقول له عايز اعمل باوربوينت عن ال AI من 5 سلايد، عمل لي باوربوينت جميلة جدا. ممكن اخدها واحطها في ملف باوربوينت واعدل فيها شوية تعديلات بسيطة واعرضها. بقول له هنا اكتب لي ميل لموظف ان هو عمل مجهود عالي، كتب لي ميل جميل جدا، اغير بس فيه الاسم والبروجكت اللي هو كان شغال عليه واقدر ابعته. قلت له ترجمه لي ترجمة جميلة جدا للعربي، مش ترجمة كلمات، لا هو ترجم الميل كله على بعضه، ودي حاجة جميلة جدا ممكن نستخدمها في الترجمة. وكده خلصنا حلقة النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتم. متنساش اللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يجيلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.